بصوا مش هسيب المذاكره واجيلكوا الا لو فعلا في موضوع يستحق. استنفي عاملين اوفرز كده كده. في بقى برومو كود هيديكوا خصم 10% على برودكت واحد بس، والفتره محدده، يعني انتوا استغلوه لان هو له مده صلاحيه، فانتوا الحقوا استغلوه، وهيكون على برودكت واحد لان هما كده كده اصلا عاملين اوفرز. لو انت بتفكري تشتري فوليمايزر ما تقعديش تفكري كتير، كلنا بنقع في نفس الغلطه، بنبقى فعلا محتاجين الحاجه وبنقعد نفكر طيب مش ممكن تنزل بسعر احسن؟ طب ما هي ممكن اصلا تختفي وممكن سعرها يزيد، يعني في احتمالات تانية غير ان هي تنزل بسعر احسن. فلو انت محتاجاها وعارفه ان هي مناسبه لنوع شعرك، لو انت شعرك ويفي او ناعم ومحتاجه تعملي فوليوم، لان في كذا حد امبارح سالني انا محتاجه فوليوم لشعري، فدي هتديكي فوليوم. لو محتاجه دراير وعايزه تنشفي شعرك بس، فهي برضو بتعمل المهمه دي. هي ليها استعمالات كتيره جدا جدا، لان هي تعتبر 3 في 1، بتنشف الشعر، بتفرده لو هو مناسب لنوع شعرك، وكمان بتعمل ستايلنج لو انت محتاجه تعملي بقى فوليوم او تعملي القصه بتاعتك بشكل معين وكده. زي ما انتم شايفين حجمها كبيره عشان تاخد كميه شعر كبيره، فتنجزي نفسك بسرعه. تنفع كمان لو انت اصلا عامله شعرك تريتمنت، لان هي هتنشف الشعر عشان الميه ما تقعدش فتره طويله على الشعر فتضره، وكمان هتعملي بيها ستايلنج. فانا بحس بصراحه ان هي اساسيه لو هي مناسبه لنوع شعرك. ولو مشكلتك دلوقتي في الكاش، فطبعا انت عارفه انه استانفي عندهم انظمه تقسيط كتيره جدا جدا، ولو مش عارفه ازاي تفعلي الاوبشن ده كلميهم على البيج، اكيد هيساعدوكي. فانت كل الظروف دلوقتي مساعداكي لو انت محتاجاها في حياتك، عشان ما تقعديش تاجلي لحد ما تبقى اوت اوف ستوك وتقعدي تعيطي جنب الناس اللي بتعيط على الستريتنر لحد النهارده.